الفضة مش زي الذهب، بتبوظ، بتتأكسد، محدش بيشتريها ومكسبها بطيء. كل ده واكتر كانت تعليقات المشاهدين على فيديو تشتري فضة ولا ذهب، ودي فعلا المخاوف اللي اغلب الناس بتتكلم فيها على السوشيال ميديا. بس الغريب ان الارقام بتقول العكس تماما. في 2025 الفضة بقت واحدة من اسرع المعادن صعودا في العالم، ومصر بقت في الاسواق اللي الطلب فيها بيزيد يوم عن يوم. طيب امال الناس خايفة من ايه وايه الحكاية؟ أنا محمود طولان، والنهارده هنفند كل العيوب والكلام اللي بيتقال عن الفضة علشان تاخد القرار الصح. تشتري فضة ولا الذهب أضمن؟ هتستنى كتير ولا هتحقق منها مكسب قريب؟ وإزاي تتجنب عيوب الفضة؟ تعالوا نبدأ ونشوف الرابط بين مخاوف الناس وبين حال السوق دلوقتي. اكيد سمعت حواليك اللي بيقول لك فضه ايه يا ابني، ده ترند، مفيش اضمن من الذهب، يلمع في ايدك، ده شغل دعايه وشركات. بس الحقيقه ان الاقبال على الفضه مش ترند في السوق المصري، احنا بنتكلم عن ان الطلب الصناعي عليها في العالم وصل ل 680.5 مليون اونصه، وده في 2024 حسب تقرير سيرفر انستيتيوت. يعني كل موبايل وكل لوح طاقه شمسيه وكل عربيه كهرباء فيها فضه، وكمان صناعه الالكترونيات المرتبطه بالاي اي. الطلب ده رفع السعر عالميا وكسر حاجز ل 40 دولار للاونصه لأول مرة من 2011، ووقت كتابة الحلقة وصل ل 48.5 دولار، وده معناه استخدام حقيقي بيرفع السعر مش مجرد مضاربة. فأنا الأول حبيت أطمنك إن الإقبال على الفضة والكلام عنها مش ترند الناس بتجري وراه في مصر زي ما بيقولوا، لا، هو الفضة شاغلة العالم كله دلوقتي. طيب نيجي للسوق في مصر. من أول 2025 جرام الفضة عيار 999 كان 51 جنيه فاصل 20 قرش، وده اللي نصحناك إنك تشتريه الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الفضة. ودلوقتي في اكتوبر السعر وصل حوالي 82 جنيه فاصل 50 قرش للجرام، يعني زياده حوالي 60%. يعني لو كنت اشتريت سبيكه ب 1000 جنيه في يناير كانت بقت النهارده بحوالي 1600 جنيه. فالفرق هنا ان الذهب بيتحرك ببطء وثبات، انما الفضه سريعه ومتقلبه. عشان كده زي ما قلنا تقدر تكسب منها بسرعه، لكن لازم تكون فاهم السوق ومتابع الاسعار. ورغم كده لسه في ناس بتقول الفضه ملهاش سوق، وهتلاقي اللي هيقول لك ان بيعها بيبقى قليل جدا ومفيش اقبال عليها. ركز معايا كده، مصر من 2024 كانت المرتبة رقم 29 عالميا في استيراد الفضة، ومتوقع ان الواردات توصل ل 13.7 مليون دولار السنة الجاية. يعني في سوق وفي تداول وفي مستهلكين ومصانع ومصممين وموزعين، وكمان شركة بي تي سي المتخصصة في المعادن الثمينة عندها خطط انها تتوسع في منتجات الفضة، وبتطرح سبائك باوزان مختلفة ومنتجات باشكال كتير تراثية وعصرية. غير كده يا صديقي شركة ازيموت مصر شغالة على انها تطلق اول صندوق فضة استثماري براس مال مبدئي بين 150 و200 مليون جنيه. فلو مفيش اقبال، ازاي شركات كبيرة زي دي وفاهمة السوق هتغامر على حاجة ملهاش طلب؟ خلاص تمام، عدينا فكرة الإقبال، بس المصنعية غالية، والفضة حلوة وكل حاجة، بس المصنعية فيها بتبوظ المكسب. فالسوق النهاردة سبيكة فضة بي تي سي وزن 10 جرام سعر الشراء حوالي 1015 جنيه شامل المصنعية، وسعر البيع للمحل بيكون حوالي 820 جنيه، في فرق هنا حوالي 19%. ولو بصينا على السبيكة الأكبر اللي هي 20 جرام شراء حوالي 2010 جنيه بتبيعها للمحل ب 1640 جنيه، هنا في فرق حوالي 18%. انا معاك ان اول ما بتشتري الفضه بتبقى خسران جزء بسبب المصنعيه، بس خليك فاكر ان المصنعيه دي مش خساره ثابته، لان ارتفاع سعر الفضه نفسه هو اللي بيعوضها، واحيانا كمان بيعديها زي ما زادت اكتر من 60% من اول السنه لدلوقتي. كمان لازم تفرق بين المشغولات والسبايك. في المشغولات الفضه 925 المصنعيه ما بين 30 و50 جنيه على الجرام الواحد حسب الشغل، انما في السبايك النقيه بتبقى 999 المصنعية بتكون بسيطة جدا وحسب الوزن برضو. يعني لو انت داخل بهدف استثمار مش زينة، اختار السبائك النقية اللي فيها مصنعية قليلة. وخد بالك ليه الناس قابلة الكلام ده على الذهب لكن الفضة لأ، مع ان الذهب كمان فيه مصنعيه بس احنا متعودين عليها، انما الفضه لانها رخيصه فالمصنعيه بتبان رقم كبير، لكن الحقيقه انها اقل بكتير من اي معدن تاني، والفرق ده كله بيرجع لك اول ما السوق بيطلع. تمام، هنستنى وهنختار الوقت الصح للبيع، بس الفضه بتتاكسد. هقول لك صحيح انها بتتلون مع الوقت، والناس اللي بتشتري مشغولات فضه وتلبسها باستمرار بتلاحظ انها بتتاكسد وبتعمل طبقه سواد خفيفه كده وبيضيع لمعانها، خصوصا مع الناس اللي عندها تعرق كتير. بس احنا عندنا دراسه للمعهد الكندي
للحفاظ على التراث بيقول ان ممكن ازاله الطبقه دي بالتلميع وبطرق التنظيف الكيميائي، وده من غير ما يكون في ضرر على المعدن نفسه، ولو اخدت مشغولاتك لبتاع الفضه هيرجعها لك زي الاول واحسن كمان. والاهم يا صديقي اننا اتفقنا لو عايز تستثمر صح في الفضه ابعد عن المشغولات وخليك في السبائك النقيه عيار 999 مقاومتها اعلى بكتير من الفضه اللي هي 925 بتاعه المشغولات. فطالما انت شاري فضه نقيه ومخزنها صح ومغلفها صح وبعيده عن المواد الكيميائيه ومستحضرات التجميل بالنسبه للسيدات مش هيحصل لها اي حاجه. وجينا دلوقتي للي بيقول لك مش هتستفيد لو استثمرت في الفضه بمبلغ صغير. ده اكتر ادعاء او شائعه بتتقال على الفضه وبتضيع فرص، وده لان الفضه بتناسب جدا المستثمر الصغير. لو معاك 8 ذهب اشتري ذهب ما قلناش حاجه، بس لو معاك 1000 جنيه تقدر تشتري حوالي 10 جرام فضه نقيه، وفي سبائك من 5 جرام و10 جرام باسعار متاحه في اي محل صاغه. فلو افترضنا ان الاسعار زادت 30% مكسبك النسبي اكبر من اللي حاطط نفس المبلغ في الذهب او حساب توفير. وبرضه لو انت غني وعايز تنوع محفظتك الاستثماريه في الفضه هتكون جزء مهم جدا. عامه اللي بينصح بيه دايما الخبراء سواء في الذهب او الفضه انك تستنى وتصبر وتراقب السوق عشان تاخد القرار الصح في الوقت المناسب، وكلامهم عن ان الفضه بالتحديد انها مناسبه للمدى المتوسط والطويل. وعامه الاستثمار بيكون افضل في فلوس انت مش مستعجل عليها ومش محتاجها قريب. يعني لو اشتريت المعدن وسبته سنه سنتين اكيد الارتفاعات اللي هتحصل في السعر هتغطي معدل التضخم وهتغطي خساره المصنعيه وهتحس فعلا بالفرق والمكسب. وفي النهايه ابحث وادرس ظروفك كويس وخد القرار الصح. ودلوقتي قول لنا اقتنعت بالفضه ولا لسه؟ اكتب لنا في التعليقات وما تنساش اللايك، وكالعاده شير الرابط.